تصريح وليد الركراكي جاء على هامش الحديث على المنتخب المصري وإقصاؤه من المنافسة الإفريقية، كيف ترى ذلك؟ بخصوص تصريح المدرب المغربي وليد الركراكي اللي كلنا شفناه طبعا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب وجنوب افريقيا، بانه بيمثل المغرب فقط وليس بيمثل الفرق او المنتخبات العربية في بطولة كأس الامم الافريقية. طبعا تصريح كان خطير جدا وتصريح غير لائق نهائيا يطلع من مدير فني المنتخب المغرب، لان شفنا منتخب المغرب الدعم الكبير اللي حصل عليه من المشجعين في مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي قطر وفي الامارات وفي كل الدول العربيه اثناء بطوله كاس العالم قطر 2022. والعرب وقفوا كلهم مع بعض في البطوله العالميه لتشجيع منتخب المغرب. تصريح غير موفق نهائيا واثر كتير جدا على المنتخب المغربي وعلى تشجيع المنتخب المغربي. كان المنتخب المغربي هو الوحيد اللي متبقي في بطوله كاس الامم الافريقيه، خسر في مباراة جنوب افريقيا، ودع بطولة كاس الامم الافريقية. يمكن التصريح كان غير موفق نهائيا. العديد من التصريحات اللي لعبت منتخب المغرب والجهاز الفني لمنتخب المغرب حسينا فيها او انا حسيت فيها بشكل شخصي ان في غرور. يعني اللي بيعملوا مسؤولين، اللي بيعملوا مدير الفني الركراكي اللي عمل قبل كده مشكله الجزائر كانوا اعلاميين ومحللين، وقبل كده في تونس وقبل كده في المغرب والجزائر وهكذا. تصريح غير مقبول نهائيا، تصريح غير موفق نهائيا من مدرب المفروض اللي هو بيمتلك خبرات وبيمتلك يعني مكانه خاصه عند المشجعين بعد اللي شفناه في كاس العالم قطر. نتمنى ان ده ما يحصلش مره اخرى، سواء بقى من المغرب او من الجزائر او من تونس او من مصر، وكل الناس تقف يعني كعرب ونتحد حتى لو في كره القدم. ما يبقاش دوت شكلنا قدام العالم وقدام الافارقه.